السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي قصة في ذكاء ودهاء العرب، ولا عليكم إلا ترفعون الدردشة في كل مقطع عشان تشوفونها كاملة. يقولون يا طوال العمار به قبيلة معروف عنها الذكاء والدهاء، فيهم عرافة ما هي في قبيلة اللي يسمونها ذا الحين الفراسة. المهم يا طوال العمار، واحد من ذي القبيلة تزوج، أول ولد جاء عليه سماه محمد، ويوم جاء الثاني فسماه محمد، ويوم جاء الثالث فسماه محمد. ليه ما ندري، صاروا كلهم بني محمد. المهم كبر في السن، وجاء ذيك المرة وهو مسافر فجاته المنية وكتب وصية العوالة، كتب محمد يورث، محمد ما يورث، محمد يورث، يعني واحد منهم ما يورث. ليه ما ندري. جات الرسالة عند عوالة وقراها، ولا دروا وش يسوون من هو. المهم من عوالة ذولا ما عدروا من هو محمد ذا منهم، واكيد محمد ذا فيه معه علم. المهم يا طوال العمار اتفقوا، قالوا حنا بنروح العارف هنا يفرض فيها ويعلمنا من هو محمد ذا اللي ما يورث. فذكر لهم قاضي في قرية بعيدة، في قرية قالوا رجال أنا من أدهى العرب، واتجهوا كلهم وهم ظاهرين من بداوتهم متجهين، ومروا على ذاك الوادي إلى ذاك الرجال اللي وقفهم. قال يا ربع أنت شفتوا لي بعير؟ فقال واحد منهم وهو عرج؟ قال اي نعم اي والله عرج. قال الثاني هو عور؟ قال نعم. قال الثالث هو مقطوع ذيله؟ قال نعم نعم هذا الأوصاف فيه. قال راعي البعيري والله اني مضيعه، وينه فين وين البعير؟ قال والله ما ندري ما شفناه والله ما ندري عنه. قال انتوا وصفتوا وصفنا ما يوصفه الا راعيه. قال والله ما ندري عنه. قال انتوا كلتوه وانتوا شارقينه ولا ماكلينه ولا كيف عرفتوا ذي الاوصاف؟ انتوا بتجيبونه لي ولا والله نشتكيكم عند القاضي الفلاني اللي هو يبغون يروحوا له. فقالوا ها انت تعرف مكانه؟ قالوا نعم. قال نعم. قال ها حنا معك بنروح له. ودنا له وهم يبونه يوصلهم يدلهم. المهم لين جو عنده في الليل، وصلوا عند القاضي اللي في قريته. قالوا له العلم كذا كذا. قال ارقدوا والصباح رباح. فقالوا ارقدوا في ذي الخيمة، خيمة برا بيته عنده بيت طين وتوها خيمة يستقبل فيها الضيفان. قالوا ارقدوا هنا للصباح. يوم صلى الفجر فجاهم بالفطور، عقب ما فطروا قال ايش علمكم؟ قال راعي البعير انا مضيع الا بعير، وقابلت الرجال ضالة في الوادي الفلاني. فوصفوه لي قبل وصفه لهم. واحد قال هو عور، والثاني قال هو عرج، والثالث قال هو مقطوع ذيله، وهذه أوصافه. قلت نعم. فقالوا ما ندري عنه، أكيد إنه عندهم، أباك تعطيني حقي منهم. فقال ها إيش علمكم أنتم يا ذولا الثلاثة؟ إيش قضيتكم؟ قالوا حنا قضيتنا بحال. فقال القاضي أنا بحكم ذا الحين في قضية كراع البعير، وأما أنتم أنا مستعجل وبأقضي لكم عقب الغداء. المهم فقال الأول كيف عرفت أنه عرج؟ قال عرفته من جرته، 3 من أخفافه لا مشى في الرملة غاصت، وواحدة غير تطفح ما هي بتغوص، دريت أنه عرج. قال الثاني كيف عرفت أنه عور؟ قال لمنها جاي يرعى من شجرته ولا من شيء، ما يرعى إلا من جهة واحدة، دريت أن واحدة من عيونه مفقوعة، ولا يأكل إلا من الجهة العين اللي ما هي مفقوعة، دريت أنه عور. قال ميد الثالث كيف عرفت أنها مقطوع ذيله؟ قال الثالث كيف عرفت أن ذيله مقطوع؟ فقال البعير لما جاي يظهر ما في بطنه يحرك ذيله، ولا يحرك ذيله يمين ويسار، ولا حرك ذيله بتشوف البعر ينتثر في الأرض. وأما البعير ذا شفت أنه مراكمه فوق بعض، فدريت أن ذيله مقطوع. فقال أنت يا راعي البعير مالك حق عند ولا الرياجي، روح دور بعيرك. فترى راعي البعير إن ظلم دهاتهم ملعين والدين. راح راعي البعير وقال ميدا ذولا الثلاثة أنا بروح أقضي لي لوازم وبجيكم عقب الظهر.
والخادم بيجيكم بالغداء، إن كان يبطيت بيجيكم الخادم بالغداء. المهم عود المعزب صوب المرة وقال زيني الغداء، إن كان صليت الظهر ما جيت فأعطي الخادم الغداء للضيفان وأنا بجي، لا تأخرونهم من الغداء. المهم يا طوال الأعمار معود للخادم وقال اسمع، خلك مع الرياجين وخلك حولهم، أي كلمة يقولونها علمني بها. تنصت شوش العرب يقولون من ذا الحين لين أجيكم. وراح القاضي فيها شغاله، أذن الظهر ما جاء الرجال، وصاحت المرة في الخادم وقالت ود الغداء للضيفان. ولين جاء إيش الغداء؟ 3 قرصة خبز ولحم في 3 قرصة، القرص اللي هو الخبز في الصاج، وقدر فيه لحم مقطع زي ما تقولون مقلقل. جاء الخادم وخذ الغداء من عند مرة المعزب وحطه توهم وقال تغدوا، والمعزب يبطي ما هو بجاي. وراح الخادم ورا الرواق الخيمة هي بيسمع ايش بيقولون. فقال الأول يا الربع اللي سوت الغداء حامل. قال الثاني اي والله صدقت، وازيد عليها اللحم ذا لحم كلب الله يرزقه، ما هو بلحم لا بقر ولا غنم ولا إبل. قال الثالث وازيد عليها حاجة، القاضي المعزب ابن زنا الله يرزقه، زنوة ما هو بحر ولد حر. يوم شل الصحن الخادم من عندهم وراح به. القاضي واصل قال ميد الخادم ايش العلوم؟ قال يا طويل العمر سمعت كلام بعلمك ببعضه وبعضه ماني معلمك. ايش العلم؟ قال واحد يقول ان اللي سوت الغداء حامل، والثاني يقول ان اللحم لحم كلب. قال والثالث؟ قال ما ادري وش قال. خبطه ايش علمك؟ قال يقول انك ابن زنا، يقول انك مضروب من جنبك. المهم ما در الرجال ايش يسوي، فلا دخل عليهم عود للمرة. قال انتي ظهرتي من البيت كيف در الرجال انك حامل؟ قالت والله نشوف كدني بلد والله ما غير من المطبخ ليلة الغرفة، والله ما ظهرت ولا حد شافني ولا حد. قال كيف الله درى. فقال اللحم اللي سويتوه من وين ذا اللحم؟ قالت هذا اللي أهداه لك فلان أمس. فظهر وراح لخويه له قال منين جبت اللحم؟ قال من الجزار، خذت لي لحم وقسمته بيني وبينك. فراح للجزار ودار وراء المجزرة إلى راس كلب وراء الله يجزكم وراء المحل، ترى انها صحيح. المهم يا طوال العمار عاد بها أهم قضية، الحين يبغى يتأكد هو من نفسه الحين، والمشكلة ما بعد سمع ايش دعواهم، قضيته ما بعد سمعهم غير سمع من رأي البعير وراح. فعود الأمة لين دخل عليها عجوز قد هي بتموت. قال ايش العلم؟ حشرها بالكلام وهو فطين، فبكت، درى انه ولد حرام ما هو على ابوه اللي هو خابره. المهم طلع من عندها وراح لبني محمد في الخيمة، دخل عليهم قال ايش قضيتكم؟ فقال الكبير منهم ابونا سمانا كلنا محمد وسافر. قال ابونا وهو مسافر حسب المنية وكتب وصيته، وجاتنا وصيته في رسالة ومكتوبا في الرسالة محمد يورث، محمد لا يورث، محمد يورث. فعرفنا ان في واحد منا ما له ورث ونبي نعرف من هو وليه. قال ايه طيب انا قبل افرض فيها بنشدكم، اللي قال منكم ان اللي سوت الغداء حامل كيف عرف انها حامل؟ افتحاك. قال الرجال انا عرفت انها حامل من الخبز، لان كل خبزتنا جاتنا طرف منها رفيع وطرف ما هو برفيع، فدرينا ان المرأة ما توصل طرف الخبز من بطنها، فدريت انها حامل في شيء يعوقها. قال صدقت نعم. وانت يا الثاني كيف عرفت ان اللحم لحم كلب؟ قال حنا اللي نعرفه في الغنم وفي البل وفي البقر
ان الترتيب يجي كذا: عظم، وعلى العظم لحم، وفوق اللحم شحم. لكن حين اللي جانا لا، لقينا على العظم شحم وفوق الشحم لحم، وهذه ما تجي الا في الكلاب الله يجزيكم. يقول درينا ان اللحم لحم كلب. فقال له الثالث: طيب يوم تقول اني انا ولد حرام، كيف؟ باي حق؟ قال: لانك مرسل لنا الخادم يتجسس علينا، ولا يتجسس الا ولد الحرام. قال: ايش؟ قال: نعم، انا حكمت عليك انك جنوة لانك مرسل الخادم يتجسس علينا، وهذه ما تجي في الاحرار. قال: اي، هالحين بانت الحقيقة، ما يعرف ابن الزنا الا ابن الزنا، فانت من بين اخوانك جنوة، وانت اللي ما تورث، وابوك يدري بذا العلم. وفي النهاية يتبين لنا من ذي القصة ان الحقائق تظهر سنة، 50 سنة، 100 سنة، مصيرها تنكشف. والشيء الثاني انه ما يعرف الخبيث الا الخبيث، ولا يعرف الكذوب الا الكذوب، ولا يعرف السروق الا السروق، وكذلك ما يعرف الطيب الا الطيب. وفي الغالب يعني ما هو دايم، في الغالب. وسلامتكم، واعذروني على بعض الألفاظ لأني لازم أورد هكذا عشان تنفهم وش أقول، واعذروني على الإطالة.